ايه الاختلاف اللي بتلاقوه وانتوا شغالين دلوقتي في ديفلوبر موجود معاه فرونت لاين از كونسلتنت، والفرق ما بين ده وما بين شركه ما فيهاش فرونت لاين؟ اختلاف كبير جدا. طبعاً دي السلاسه بتاعت اي حاجه اوكي، بلس Exposure. الاكسبوجر بتاع الناس بالظبط. مفيش حد ما يعرفوش في مصر صح. يعني مصري وعسال الصراحه، يعني اي حد ليهم واي معاهم يعني. يعني ممكن احنا مسموعين جدا، بالظبط. شايفين احنا يعني زي فرونت لاين فعلا، فاحنا شايفين الماركت محتاج ايه، شايفين البيمنت بلانز اللي احنا محتاجينها. في عندي كلمه دي بقولها بس شويه كده. ده مذاكر مش هاوي. الاكسبوجر مع البروكرز، يعني احنا في عز ما يكون في اسامي كبيره نازله في اللونشز، احنا الوحيدين اللي بيتفتح لنا البيبان من غير ما ناخد مواعيد. لازم طالما جايين من طرف لا، فرونت لاين واي اكسبو بنبقى قاعدين الفرنشايز اونرز باصحاب الشركه بيبقوا عندنا على في طول البيت، عندنا احنا مش عند بالظبط. حد تاني. ده حقيقي. بالنسبه لي انا كنت جربت قبل كده فكره ستارت اب ديفلوبر، فالموضوع كان يعني تشالنج بالنسبه لي اني اجوين اسبكت. بس لما عرفت ان فرونت لاين هي اللي هتبقى ماسكه البروجكت يعني او الديفلوبر، هو ده يعني ودى الموضوع في حته تانية خالص. كونكشنز مرعبه، انت طول الوقت الناس عارفاك وعارفه تتعامل معاك ومستقبلاك في اي وقت. ده غير بقى فكره الانفايرمنت اصلا جوه الشركه. في الطبيعي ان احنا كريل استيت بنشتغل تحت ستريس طول الوقت. المكان الوحيد اللي اشتغلت فيه وانا بشتغل وانا حابه الشغل مش اوت اوف ستريس بجد. هو هنا.